بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنشرح وسنلخص درس المغرب العربي عناصر الوحدة والتنوع. فقط الإشارة كشرح للعنوان، فالدرس يتحدث عن الأمور التي تتشابه فيها دول المغرب العربي من الناحية الطبيعية والبشرية، وأيضا يتحدث أيضا عن العناصر التي تختلف فيها دول الاتحاد المغرب العربي من حيث مواردها الباطنية، وأيضا من حيث أنشطتها الاقتصادية. إذن العنصر الأول أو الجزء الأول للمغرب العربي: وحدة جغرافية. عناصر الوحدة أي الأمور التي تشابه فيها اتحاد المغرب العربي. إذن بالنسبة للموقع، يقع المغرب العربي شمال القارة الإفريقية، إذن الشمال الغربي، أقصى شمال غرب القارة الإفريقية، بين خطي العرض 15 درجة و37 درجة شمالا، وخطي الطول 17 درجة و25 درجة شرقا. وهي منطقة جغرافية تضم 5 دول: المغرب، موريتانيا، الجزائر، ليبيا، تونس، وتبلغ مساحتها 6 ملايين كيلومتر مربع. العنصر الثاني: عناصر الوحدة الطبيعية. تتشابه الأشكال التضاريسية ببلدان المغرب العربي، كما تتعرض المنطقة لنفس التيارات المناخية. أما بالنسبة للتضاريس فتنقسم لوحدتين: شمالية يغلب عليها الارتفاع وخاصة جبال الأطلس والريف والهضاب العليا، ثم التضاريس الجنوبية يغلب عليها الانبساط، الطابع الصحراوي، الحمادات، درعا، عرق الشيش، وهي أشكال تضاريسية تنتشر في المناطق الصحراوية. أما بالنسبة للمناخ فتنتشر بالمغرب العربي 3 مناخات رئيسية: مناخ متوسطي معتدل ورطب بالشمال بالقرب من السواحل المتوسطية والأطلسية الغربية لاتحاد المغرب العربي، ثم مناخ صحراوي حار وجاف بالجنوب. أما من حيث المميزات وعناصر الوحدة البشرية، فساكن اتحاد المغرب العربي تبلغ حوالي 100 مليون نسمة، ويتزايدون بوتيرة تتراوح بين 1.5 و 2.8% كل سنة، ويسجلون معدل أمد الحياة بين 51 و 74 سنة، أي المتوسط الذي يموت فيه سكان المغرب العربي. ومؤشر تنمية بشرية متوسط بين 0.78 و 0.5 من 1، ويستقر جلهم في الشمال، يعني أن السكان يتركزون في الأجزاء الشمالية في حين أن الأجزاء الجنوبية شبه فارغة من حيث السكان. كما يتقاسمون نفس التاريخ والدين واللغة، يعني التاريخ يعني كلهم تعرضوا للاستعمار، كلهم تعرضوا للاحتلال الروماني، ثم أيضا الفتح الإسلامي. أما من ناحية الدينية فالإسلام هو الدين السائد في منطقة المغرب العربي. أما من حيث اللغة فهناك ثنائية لغوية، وهي اللغة الأمازيغية واللغة العربية. بعض عناصر التنوع بين بلدان المغرب العربي: تتميز الموارد الاقتصادية البلدان المغاربي بالتنوع: المغرب وتونس المنتجات الفلاحية، الفوسفات، مؤهلات سياحية، ثروة سمكية. بالنسبة للجزائر وليبيا مصادر الطاقة الباطنية، نفط وغاز طبيعي. موريتانيا الحديد والثروة السمكية. ويساهم هذا التنوع في إمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان الخمس.